مرات كتيرة ابقى ماشية في الشارع، وللأسف الموقف ده اتكرر كتير، ابقى شايفة اتنين بيحبوا بعض وواقفين مع بعض وكده، والاقيه يروح خابطها كده على دماغها، او يخبطها كده على كتفها، او هي حتى تروح عامله له كده. في الحقيقة انه الحاجات دي بتدل على حاجة واحدة: عدم الاحترام. ما ينفعش اتنين يكونوا بيحبوا بعض او في علاقة مع بعض صحية، عشان ده اللي احنا بنتكلم عنه، وما يكونش فيه احترام بينهم. والاحترام بيبان في حاجات كتير قوي. اولها هي ان انا امد ايدي على اللي قدامي. لما انا بمد ايدي على اللي قدامي ده بيوصل له رسالة ان انا مش بحترمك. وعدم الاحترام بيكسر العلاقة دي. الاربع اعمدة اللي احنا بنقول عنهم عاملين زي رجلين الترابيزة او رجلين الكرسي. لو في كرسي في 3 رجلين بس، واحنا كلنا قاعدين، وجي حد قاعد على واحد اللي فيه 3 رجلين ده، نقول له خلي بالك خلي بالك ما تقعدش عليه لان فيه 3 رجلين بس. وهي نفس الحكاية. الاربع اعمدة بتاعة العلاقة الصحية ما ينفعش يبقى فيها واحد مش موجود. ما ينفعش يبقى فيه محبة وثقة وتفهم، ودي هنتكلم عنها برضو، من غير احترام. ولا يبقى فيه 3 من غير الرابعة. عشان كده الاحترام مهم. طب الاحترام بيبان ازاي؟ الاحترام بيبان في اني بقول كلام احترام للي قدامي، مش اللي هو حضرتك يعني وسيادتك، لكن ان انا ببين له بصوتي بطريقة كلامي ان انا محترماك، ان انا محترمة طريقة تفكيرك، مش مستهزئة بيك. وده يبان قوي مع عيالنا، لانه عيالنا طبعا اقل مننا او يعني لينا سلطة عليهم، فبالتالي بيبان قوي اذا كنا احنا محترمينهم، محترمين طريقة تفكيرهم، ولا مستهزئين بيهم وحاسين يعني ما هو عيل ما يقول اللي يقوله. محترمينهم باني لما بوعده وبقول له مثلا حبيبي لو عملت كذا هخرجك في الحتة الفلانية، هجيب لك كذا، هكافئك بكذا، لو جبت الدرجة الفلانية هعمل لك مش عارفة ايه، وبعمله فعلا. لو انا ما عملتوش يبقى انا مش محترماه، يبقى انا مستهزئة بيه، يبقى انا مستقلة بيه وحاسة ان هو ايه يعني هيفوت، يعني مش هيفرق. ونفس الحكاية في احترامي لجوزي، ونفس الحكاية في احترام جوزي ليا، انه انا بقول الكلمة بقدها، ان انا مش مستهزئة بمخ اللي قدامي. او مثلا بنتكلم في حاجة، بناخد قرار انا وجوزي مثلا، فهو قال حاجة فانا اقول له ما هو انت مش عارفة ايه. او مثلا الكلمة اللي لا يمكن تتقال: هو انت راجل انت، دي كلمة يعني من فضلكم ما حدش يقولها. او مثلا هو يستقل بطريقة تفكيري: ما هو انت اصلك اصغر مني بكذا، هو انت تعرفي ايه في الدنيا، هو انت يعني ايش عرفك بالمش عارفة ايه. كل الجمل دي ما فيهاش احترام. كل الجمل دي بتكسر اللي قدامي وبتقل منه وبتحسسه انه مش احنا قلنا انه العلاقة فيها احنا الاتنين مساويين لبعض، احنا الاتنين زي بعض، مفيش حد اقل من حد. حتى لو انا بفهم اكتر شوية من اللي قدامي في حاجة، مثلا بفهم اكتر من ابني، جوزي بيفهم اكتر مني في حاجة وانا بفهم اكتر منه في حاجة تانية، ما فيهاش حاجة، ده لا يقل مني من احترامي، من قيمتي، من وجودي. العلاقة الصحية مهمة قوي يكون فيها احترام. دي حاجة مهمة قوي انها تكون ما بيننا. والاحترام زي ما قلنا بيبان في ان انا ما مدش ايدي، او ان انا ما هنش اللي قدامي، او ان انا ما قلش منه بالكلام، لكن احترم طريقة تفكيره واللي انا بقوله اعمله، لان انا محترماه ومحترمة ان هو متوقع مني حاجة معينة انا وعدته بيها. ده كان 3 عمود في العلاقات الصحية.